عندهم أعداد غريبة وصلتهم للوضع ده. بيقول لك مثلا عدد الكلاب أكتر بكتير من الأطفال. موجودة في أقصى الشمال الغربي لأمريكا على حدود كندا. أما التانية موجودة في وسط أمريكا، وبيساعدوك في أول خطوات ليك في أمريكا. عندها ظواهر طبيعية غريبة جدا. فيبقى أنت كده عندك زلازل وبراكين ومش عارف إيه بقى، تنين مجنح هيطلع. طبعا أنا عارف أنتوا قاعدين متلجين في مصر. والولاية التانية السياح بيجولها من كل حتة في العالم، أنظف الداون تاونز الموجودة في أي حتة في الولايات المتحدة. العرب حبوها جدا وهاجروا لها بأعداد كبيرة من زمان. رملة بيضة زي بتاعت مرسى مطروح. معروفة جدا بالتكنولوجيا، والشركات الكبيرة قررت إنها تستقر هناك. يعني شركة مايكروسوفت بجلالة قدرها فتح هناك. شيكاغو مليانة مواصلات. مقارنة ما بين ولايتين مش هتشوفها في أي حتة تانية. هل أنت شايف إن شيكاغو أفضل ولا سياتل؟ وليه؟ المهم يعني لو رحت شيكاغو ودقتها بقول لي، لأن أنا عمري ما دقتها وما أعرفش طعمها عامل إزاي. ودي طبعا ميزة مش بنشوفها في كل الولايات بتاعت أمريكا. وعشان كده قبل ما تبتدي الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب، علشان عايزين نوصل القناة دي للمكان اللي فعلا تستاهله وسط كل القنوات التانية. لو أول مرة تشوفني أنا فادي يوسف، وأنا بتكلم على الحياة في أمريكا بكل تفاصيلها. في فيديو النهارده عايزين نقارن ما بين ولايتين، ولايه إلينوي اللي فيها شيكاغو وولايه واشنطن اللي فيها سياتل. يا ترى مين هيكسب؟ هنشوف. قبل بس ما نبتدي في معلومتين مهمين جدا عايزين نوضحهم. ان ولايه واشنطن مش هي العاصمه دي اسمها واشنطن دي سي او ديستريكت اوف كولومبيا. دي موجوده في مكان في شرق امريكا، وولايه واشنطن اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي موجوده في اقصى الغرب في الشمال على حدود كندا. ففي 2 واشنطن موجودين في امريكا، ولايه ومدينه اللي هي العاصمه. والمعلومه الثانيه ان شيكاغو دي مش ولايه، شيكاغو دي مدينه، بس مدينه كبيره جدا ومشهوره جدا. في ناس بتتلخبط وبتفتكر ان هي ولايه، لكن هي مش ولايه، هي مدينه. مساحه ولايه إلينوي تقريبا 58,000 ميل مربع، وهي تعتبر الولايه رقم 25 من حيث الحجم. عاصمتها مش شيكاغو، رغم ان شيكاغو هي اشهر مدينه فيها، لكن عاصمتها اسمها سبرينغفيلد. عدد سكانهم تقريبا 12 مليون و700 ألف نسمة، وهي الولاية السادسة من حيث عدد السكان. هتلاقي فيها بحيرة ميشيغان ونهر ميسيسيبي ونهر أوهايو ونهر إلينوي وعدد كبير تاني من البحيرات الأصغر حجما. مسمين واحدة من المدن بتاعتهم كايرو زي عاصمة مصر. والطقس فيها متنوع، يعني في الصيف مثلا هتلاقي درجة الحرارة ما بين 24 درجة ل 30 درجة مئوية، يعني ما يوازي كده 75 ل 86 درجة فهرنهايت. فالصيف بتاعهم ما يعتبرش حار جدا زي الولايات الجنوبية. اما في الشتاء فممكن تقول ان هي يعني مش ساقعة قوي زي ولايات تانية، لكن درجة الحرارة بتاعتها ما بين -6 لغاية درجتين مئوية، او ما يوازيها بالفهرنهايت من 21 ل 32. فده طبعا برضو بيخلي الشتاء بتاعها مش قارس زي ولايات تانية اتكلمنا عليها قبل كده، يعتبر مقبول الى حد كبير. فعلى مدار السنة بتلاقي ال4 فصول موجودين في الولاية دي. اما بقى لو اتكلمنا على ولاية واشنطن فهي المساحة بتاعتها اكبر من ولاية إلينوي، فمساحتها تقريبا 71,000 ميل مربع. وبرضه سياتل مش هي العاصمة بتاعتها، رغم ان هي اشهر مدينة عندها، لكن العاصمة اسمها اولمبيا. الطبيعة اللي فيها بقى اجمل من إلينوي كمان، لان عندها سلسلة جبال مشهورة جدا اسمها كاسكيد، واللي هتلاقي فيها بعض قمم الجبال اللي فيها نشاط بركاني، ودي حاجة مش هتشوفها كتير في امريكا. غير بقى نهر كولومبيا اللي بيشكل جزء كبير من الحدود الجنوبية، وحاجات جميلة كتير، كمية أشجار في كل حتة لدرجة إن هم سموها The Evergreen State. حاجة كده عاملة زي الرئتين بتاعت أمريكا من كتر الأشجار اللي موجودة هناك. لكن طبعا عشان في شجر بالكميات دي فمحتاجة مطر، فأنت معظم السنة هتلاقي فيه أمطار. درجة الحرارة فيها في الصيف بتتراوح ما بين 16 ل 30 درجة مئوية، يعني من حوالي 61 ل 86 فهرنهايت. أما في الشتاء فبيكون متوسط الحرارة ما بين درجتين ل 8 درجات، اللي هي يعني توازي 35 ل 46 فهرنهايت. لكن طبعا المناطق الشمالية بتبقى ساقعة جدا، لدرجة انت بتشوف كل قمم الجبال دي مكسية بالتلج. وفي طبعا أجزاء منها ممكن توصل لتحت الصفر، لكن دي ممكن تبقى في الأماكن الشرقية البعيدة عن المحيط الهادي. وطبعا معروف عن ولاية واشنطن ان هي بتجتذب التكنولوجيا اللي موجودة في العالم. يعني شركة مايكروسوفت بجلالة قدرها فتح هناك، شركة امازون كمان فتح هناك، تي موبيل بتاع التليفونات موجودة هناك، ستاربكس المقر الرئيسي بتاعها موجود هناك. يعني ولاية بتجذب قوي الشركات الكبيرة ان هي تفتح عندها، ودي طبعا ميزة مش بنشوفها في كل الولايات بتاعت امريكا. من الحاجات الغريبة اللي بتتقال على ولاية واشنطن ان انت صعب قوي ان انت تعمل فيها صداقات. يعني يمكن الناس فيها عندهم خصوصية اكتر من اي ولاية تانية. في ولايات كده تلاقي الناس مقفله على بعض، ما بيحبوش يعني يختلطوا بغرباء او حتى يعني امريكان زيهم، ومن الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وعلاقاته في اضيق الحدود.
فانت كواحد مهاجر جديد بقى وعايز تتعرف على ناس وفتح قلبك لكل الناس بقى وعايز تتعلم والكلام ده، مش هتلاقي قوي الموضوع ده موجود في سياتل او في واشنطن بشكل كبير. ولو عرفت تبني صداقات مع امريكان في سياتل ده طبعا يبقى شيء كويس جدا، انت عملت انجاز. ومن كتر ما هم قافلين شويه على نفسهم والعلاقات قليله، فبرضه الجواز عندهم مش كتير. يعني بيقول لك مثلا عدد الكلاب اللي هي حيوانات اليفه موجوده في سياتل اكتر بكتير من الاطفال، وده طبعا بسبب الناس ما تتجوزش. فالناس بتفضل ان هي تربي كلاب عن ان هي تتجوز وتخلف. دي ملحوظه كده ناس كتير اتكلمت عليها. اما بقى في إلينوي او شيكاغو انت تقدر تعمل علاقات زي ما انت عايز عرب هتلاقي، عايز امريكان هتلاقي، عايز تعيش بالستايل ده وتفضل محافظ وبتاع ووسطك الجاليه العربيه هتلاقي كتير، وهم من افضل الجاليات العربيه الموجوده في امريكا كلها. ولو عايز تعيش فيها امريكاني ولوحدك وبتاع والكلام ده برضه موجود. فهي شيكاغو حلوه قوي قوي ان فيها تنوع ثقافي كبير، هتلاقي ناس زيك شبهك بيتكلموا لغتك وبيساعدوك في اول خطوات ليك في امريكا. لكن الجاليه العربيه اللي موجوده في ولايه واشنطن اكيد اقل بكتير، وما هياش متميزه قوي زي ما بنسمع عن الجاليه اللي موجوده في شيكاغو. هتلاقي مطاعم اكل حلال في كل حته، هتلاقي المحلات العربي موجوده منتشره، تعرف تجيب المنتجات اللي انت نفسك تاكلها. بصراحه الجاليه العربيه عامله شغل كبير جدا جدا ومتعاونه جدا، ومن اول يوم ليك في شيكاغو بياخدوك من ايدك وبيساعدوك وبيوفروا لك كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها. الكواليتي نفسها بتاعت الناس اللي جايه من الدول العربيه انا بحس ان هي يعني احسن بكتير، وده بتشوفه في التعاملات، افضل من نيويورك بمراحل، ده رايي. بص عباد الشمس ده موجود فين؟ موجود على الرمله، رمله بيضه زي بتاعت مرسى مطروح، زرع وسط الرمله. بص المنظر ده، هتلاقي على شمالك شجر، تحتيك هتلاقي فيه نجيله، على يمينك شويه هتلاقي فيه صخور، رمله، وبعد كده بحر. كل ده فين؟ اوعى تقول لي شيكاغو واشنطن، لا يا حبيبي ده في فلوريدا هنا. ولاية إلينوي تعتبر من أقدم الولايات، فهي الولاية رقم 21 واللي انضمت للاتحاد الأمريكي في 3 ديسمبر 1818. ولاية واشنطن تعتبر من الولايات الجديدة، هي الولاية رقم 42، انضمت للاتحاد الأمريكي في 11 نوفمبر 1889، يعني تقريبا بعد 70 سنة من انضمام إلينوي للاتحاد الأمريكي. ولاية واشنطن بقى مشهورة قوي بالتفاح الأحمر، يعني تقريبا معظم إنتاج أمريكا للتفاح الأحمر هتلاقيه من هناك. طبعا هتلاقي ناس كتيرة بقى من ولاية كاليفورنيا يوم ما الدنيا بتضيق بيهم، زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي الحياة هناك صعبة شوية ومش عايزة اي حد يكون عنده اي شغلانة كده عادية وخلاص عشان يعرف يعيش. الموضوع بيبقى صعب شوية، محتاج شوية مجهود ومدرسة وكلام كده. يبتدوا بيروحوا بقى ايه للولايات الشمالية زي اوريجون وزي واشنطن. فلو رحت واشنطن وسمعت ان في ناس حواليك كانوا في كاليفورنيا وبتاع، في الغالب يعني دولت ما توفقوش هناك وسافروا بيدوروا على فرصة افضل. لكن برضه هي واشنطن مش رخيصة، يعني هي برضه الحياة فيها غالية، لكن مقارنه بكاليفورنيا لا اكيد ارخص شويه. قبل بقى ما يروحوا تكساس وفلوريدا ونيويورك وبتاع، هم بيجربوا اخر حاجه اللي هي في الغالب واشنطن. يعني الناس بتاع كاليفورنيا بتفضل الجو بتاع واشنطن عن تكساس والحاجات دي، الا بقى لو الدنيا باظت خالص بيضطروا ان هم يروحوا الولايات الرخيصه عشان يعرفوا يعيشوا يعني كده. فغالبا لو انت عايش في سياتل لازم هتلاقي حواليك حد نقل من كاليفورنيا عشان الدنيا ما مشيتش معاه. ومن اشهر المعالم اللي موجوده في ولايه إلينوي غير بحيره ميشيغان عندهم كمان برج ويلس، وده كان اطول مبنى في العالم وقت افتتاحه. ومن اشهر المعالم برضو هناك هي الميلينيوم بارك اللي فيها الكلاود جيت او ذا بين اللي هي شبه حبايه الفاصوليا دي، اكيد شفتوها في فيديوهات تانية قبل كده. غير بقى معهد الفنون في شيكاغو وهو واحد من اعرق المتاحف الفنيه في العالم، والنيفي بير مكان برضو ترفيهي جميل موجود على بحيره ميشيغان، ومتحف العلوم والصناعه، جنينه حيوانات هناك اسمها لينكولن واحده من اقدم حدائق الحيوانات في امريكا، وغيرها واكتر بكتير اماكن جميله ممكن تتفسح فيها انت واسرتك وتستمتع بالجو والمناظر، حاجه فعلا جميله. والداون تاون الموجود بقى في شيكاغو يعتبر من انظف الداون تاونز الموجوده في اي حته في الولايات المتحده. يعني دايما لما تروح اي داون تاون هتلاقي فيه هناك الهوملس، ناس المشردين، تلاقي فيه زباله، تلاقي فيه يعني حاجات مش كويسه، مباني جميله، نشاطات حلوه، هتلاقي مطاعم في كل حته. يعني عمرك ما هتزهق ابدا لو انت بس قاعد هناك في الداون تاون. نسبه الهوملس اللي بنشوفها في ولايات تانية زي كاليفورنيا وكده مش هتلاقيها هناك خالص. فالناس تبقى ماشيه براحتها بامان مبسوطه، مفيش اي حاجه ممكن تزعجها وهي ماشيه. وعلى الناحيه التانية سوق العمل هتلاقيه كبير جدا في شيكاغو ولايه إلينوي بشكل كبير.
اقتصادها برضو قوي، بيعتمد برضو على الصناعة والتجارة والزراعة كمان. يعني في إلينوي مثلا معروف إن هم عندهم مزارع للذرة، مزارع للبامكن اللي هي القرع العسلي، عندهم بيزنس في الفحم وفي البترول وفي حاجات كتيرة جدا. كل العمارات والمباني الكبيرة اللي بتشوفها في الداون تاون دي كلها مقرات لشركات كبيرة وضخمة. ومن أشهر معالم بقى في ولاية واشنطن هي السبيس نيدل اللي هو شبه الطبق الطاير، واحد برضو من أشهر المعالم اللي موجودة في سياتل، غير برضو متحف الطيران وغير حديقة واشنطن، وغير بقى لو حبيت تروح الباركس الكتيرة الموجودة وسط الغابات وتروح تتفرج على الجبال، دي متعة تانية مش هتلاقيها في ولايات تانية كتير في أمريكا. ومن أشهر الشخصيات اللي اتولدت في ولاية واشنطن هو بيل جيتس اللي هو مؤسس شركة مايكروسوفت. ومن أشهر الشخصيات اللي اتولدت في ولاية إلينوي والت ديزني، ميشيل أوباما، وهاريسون فورد الممثل اللي هو عمل سلسلة أفلام إنديانا جونز. غير بقى إن في التسعينات كان مشهور قوي الفريق بتاع الباسكت اللي هو شيكاغو بولز، فريق موجود من الستينات لكنه اتشهر عندنا قوي في الوطن العربي في وقت التسعينات بسبب مايكل جوردن اللي هو واحد من أساطير كرة السلة في العالم، واللي بسبب الجيل بتاعه شيكاغو بولز قدر إن هو يكسب 6 بطولات NBA في الوقت ده. وبمناسبة بقى الشغل، يعني الحد الأدنى للأجور في شيكاغو هو $15 حتى وقتنا هذا. أما بقى في ولاية واشنطن هتلاقيه مثلا 16-60 سنت حاجة زي كده، وده طبعا لأن تكاليف المعيشة في واشنطن أغلى بكتير من شيكاغو. فلو حبيت مثلا تأجر شقة أوضة واحدة وحمام وكده هتلاقيها في واشنطن بتكلفك فوق $2500، لكن هتلاقيها في شيكاغو حوالي 1500 ل 2000. وطبعا على حسب المنطقه هتلاقي اللوكيشن بتاعها فين من مركز المدينه او من المناطق الحيويه الموجوده. وزي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده، لو انت عندك عنوان معين او مدينه معينه عايز تسكن فيها وعايز تعرف الافريج كام هناك السكن، خش على زيلو او خش على apartments.com واعمل زي ما عملنا في الفيديو ده. بالنسبه للاكل بقى، غير ان احنا قلنا المطاعم العربيه موجوده في شيكاغو وكده، الا انها متميزه جدا جدا ومعروفه بالبيتزا بتاعتها. البيتزا اللي هي مسمينها الديب ديش دي ما هياش بيتزا عاديه، دي عامله زي كيكه البيتزا كده. وطبعا البيتزا دي بما انها مشهوره جدا فهم بيتحدوا اي حد بيها، يعني دايما كده تلاقي خناقه ما بين نيويورك وما بين شيكاغو مين البيتزا بتاعته اللي افضل من الثانيه. انا ما اعرفش التحدي بالظبط ان انت تعرف تخلصها ولا لا، لانها شكلها ضخم قوي، فانا هل هو ده التحدي ولا هم بيتكلموا على الطعم؟ ما اعرفش، بس هو غالبا الاثنين يعني. المهم يعني لو رحت شيكاغو ودقتها بقول لي، لان انا عمري ما دقتها وما اعرفش طعمها عامل ازاي، بس شكلها تستاهل ان الواحد يسافر لها. غير كده اهالي شيكاغو بيحترموا جدا الهوت دوج لدرجه ان هم بيعملوا له مهرجانات في وسط السنه، يعني تلاقي مهرجان الهوت دوج كده كل الناس نازله كله بياكل هوت دوج، اشكال وانواع بقى وحاجات، بس هي كلها هوت دوج. اما بقى لو رحت سياتل فهم ناس يعني ايه هيلثي شويه، تلاقيهم بيحبوا السمك، منتجات البحر والحاجات دي، وبالذات السلمون. وعشان كاليفورنيا برضو جنوب واشنطن قريبه منها، فهتلاقي برضو في عيوب كتيره من كاليفورنيا موجوده في واشنطن. زي ايه مثلا؟ زي المشردين، برضو هتلاقي في الداون تاون في كميه مشردين برضو، لان الحياه هناك غاليه برضو. يعني مهما كانت هي مش كاليفورنيا لكن برضو ما زالت المعيشه فيها اغلى من ولايات تانية. في الكوارث الطبيعيه مثلا هتلاقي زلازل برضو موجوده، بس هيتضاف عليها براكين، لان هناك عندهم جبل بركاني برضو عرضه ان في براكين تحصل. فيبقى انت كده عندك زلازل وبراكين ومش عارف ايه بقى، تنين مجنح هيطلع، يعني هي برضو ولايه زي الفل. فطبعا زلازل وبراكين دي حاجه يعني ما بنسمعش عنها في مصر كتير، لكن عايز تشوفهم الاثنين موجودين فين هتلاقيهم في ولايه واشنطن. ولاية إلينوي مش بس متميزة في الصناعة والزراعة لكن كمان في التعليم، لأن عندها مجموعة جامعات هي من أحسن الجامعات اللي موجودة في أمريكا، وكتير منها يعتبر من أحسن جامعات العالم، زي مثلا جامعة شيكاغو اللي هي متميزة جدا في علوم الاقتصاد والقانون، وبرضه جامعة نورث ويسترن الخاصة بالصحافة وإدارة الأعمال، وجامعة إلينوي في شيكاغو اللي هي اسمها الUIC ودي متميزة جدا في الهندسة والطب. برضه في ولايه واشنطن هتلاقي التعليم مهم جدا، وهتلاقيه ان هو يعني من ضمن الحاجات المميزات اللي موجوده في الولايه دي. عندك حاجه مثلا زي جامعه واشنطن، دي واحده من علامات يعني العلم مش في امريكا بس لكن في العالم كله. اي حد مهتم بالدراسه بتاعه الطب او العلوم او الهندسه او كده هتلاقي جامعه واشنطن دي مثلا واحده من التوب بتاعهم اللي هو نفسه ان هو يخشها. واشنطن برضو زحمه جدا جدا رغم ان ما فيهاش مواصلات كتيره زي شيكاغو. فشيكاغو مثلا هتلاقي ان هي فيها ميزه كبيره جدا هي المواصلات. شيكاغو مليانه مواصلات، هتلاقي المترو بتاعهم موجود، هتلاقي اتوبيسات، هتلاقي كل حاجه غير الاوبر والليفت، لكن هتلاقي فيه مواصلات متوفره في كل حته. المهم بقى بعد كل المعلومات اللي احنا قلناها دي، انت قدرت ان انت تشوف ايه فكره كده عن شيكاغو او ولايه إلينوي بشكل كبير، وعن
ولايه واشنطن وسياتل تحديدا. انت ممكن دلوقتي من اللي انت سمعته وشفته تقدر تتخيل هل المكان ده يناسبك ولا المكان التاني يناسبك. انا شايف عن نفسي ان موقع شيكاغو والشغل اللي فيها وجودة الجالية العربية اللي موجودة فيها وتعليمها برضو وحاجات تانية كتير ممكن تكون افضل بكتير واختيار احسن لمهاجر جديد عن سياتل اللي هي برضو ناس لسه بتستراجل فيها او لسه يعني بتعاني من الغلاء والحياة المعيشية العالية هناك. وقول لي انت كمان في الكومنتس، هل انت شايف ان شيكاغو افضل ولا سياتل وليه؟ ده اهم حاجه، لان لما نقول اسباب ده ممكن يفرق مع ناس تانية. يمكن نصيحتك تفرق مع واحد ويغير رايه. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، والمره الجايه هنتكلم على ولايتين تانيين هنقارن برضو ما بينهم ونشوف ايه اصلح مكان يناسبنا عشان نعيش فيه. كده احنا خلصنا، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.